غادي نشرحوا 40 سؤال اللي كيتحطوا في الامتحان من المخالفات والجنح. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر ونبداو الفيديو على بركه الله باول سؤال. عدد النقاط اللي ممكن يتخصم ليا في حاله ارتكاب جنحه 6 نقاط. الجواب رقم 1. 14 نقطه. الجواب رقم 2. 20 نقطه. الجواب رقم 3. الجواب الصحيح هو 1 و 2. بالنسبة للسؤال قالوا لي اللي ممكن يتخصم ليا بصفة عامة بالنسبة لارتكاب جنحة كيبدا الخصم ديال النقاط من 2 نقاط كحد أدنى و14 نقطة كحد أقصى. هنا ما قالوش لي حد أدنى ولا حد أقصى. كون قالوا لي حد أدنى غادي ندير 2 ديال النقاط راه ما كايناش. كون قالوا لي حد أقصى غادي ندير 2. يعني الجواب رقم 2 هو الصحيح. هنا داروا لي اللي ممكن يتخصم ليا يعني الجواب صحيح هو رقم 1 و 2. ارتكب جنحة التزوير شهادة مراقبة تقنية دورية غادي نتعرض لخصم النقاط. الجواب رقم 1. حجز المركبة. الجواب رقم 2. مصادرة المركبة. الجواب رقم 3. غرامة مالية. الجواب رقم 4. الأجوبة الصحيحة هما 2 و 4. بالنسبة لارتكب جنحة التزوير شهادة مراقبة التقنية الدورية غادي نتعرض لحجز المركبة والغرامة مالية ورما فيهاش خصم النقاط. سؤال رقم 3. عدم احترام ممر الراجلين كتعتبر مخالفة من الدرجة الثانية. الجواب رقم 1. الثالثة. الجواب رقم 2. كيعرض السائق لخصم النقاط. الجواب رقم 3 نعم. الجواب رقم 4 لا. الجواب الصحيح هو 1 و 4. عدم احترام ولا لا محترمتش ممر الراجلين غادي نتعرض للمخالفة من الدرجة الثانية وما فيها لا خصم النقاط لا والو. وبالنسبة للمخالفة من الدرجة الثانية راه كتكون فيها غرامة مالية من 500 درهم حتى 1000 درهم. سؤال رقم 4. يعتبر رفض الامتثال جنحة. الجواب رقم 1. مخالفة. الجواب رقم 2. مخالفة كتعرض لغرامة مالية. الجواب رقم 3. لسحب النقاط. الجواب رقم 4. الجواب الصحيح هو 2 3 و 4. بالنسبة لا قالوا لي مثلا جندارم ولا البوليس وقف وما وقفتش هذا هو عدم الامتثال. في هذه الحالة غادي نتعرض للمخالفة غرامة مالية وسحب 2 ديال النقط. يعني الأجوبة الصحاح هما 2 3 4. سؤال رقم 5. إلى نسبة الكحول في الهواء المنبعث من الفم تجاوزات 0.10 كيتعرض السائق لخصم 4 ديال النقاط. الجواب رقم 1. 6 ديال النقاط. الجواب رقم 2. 8 ديال النقاط. الجواب رقم 3. بالنسبة للجواب الصحيح هو الجواب رقم 2. 6 ديال النقاط. في حالة لا تجاوزات نسبة الكحول في الهواء المنبعث من الفم 0.10 راه كتعتبر جنحة وكيتم الخصم ديال 6 ديال النقاط. سؤال رقم 6. تجاوز السرعة ب10 كيلومتر في الساعة كيعرض الخصم 2 ديال النقاط. الجواب 1. 4 ديال النقاط. الجواب 2. ما فيهاش خصم النقاط. الجواب رقم 3. الجواب الصحيح هو الجواب 3 ما فيهاش خصم النقاط. بالنسبة لتجاوز السرعة ب10 كيلومتر في الساعة مثلا السرعة محددة في 80 كيلومتر في الساعة وانا غادي ب90 هنا غادي تكون مخالفة من الدرجة الثالثة فيها غرامة مالية بين 300 درهم حتى 600 درهم ولكن ما فيهاش خصم ديال النقاط. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 3. سؤال رقم 7. ارتكبت مخالفة التكلم بالهاتف. بالنسبة للسنة المقبلة وبنفس المخالفة غادي تكون مضاعفة. الجواب رقم 1. 2 مضاعفة 3 مرات. 3 غير مضاعفة. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 3. بالنسبة لارتكبت مخالفة ديال التكلم بالهاتف وداز عليها عام ورجعت ارتكبت نفس المخالفة هنا غادي تكون غير مضاعفة. غادي تكون مضاعفة إلا ارتكبت نفس المخالفة في نفس العام. يعني الجواب الصحيح هو الجواب رقم 3. سؤال رقم 8. السير في الاتجاه المعاكس من طريق السيار كيتعتبر مخالفة. الجواب رقم 1. جنحة. الجواب رقم 2. كيتعرض توقيف المركبة. الجواب رقم 3. كيتعرض لحجز المركبة. الجواب رقم 4.
بالنسبة للجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج جنحة. بالنسبة للسير في الاتجاه المعاكس ديال طريق السيار كيتعتبر جنحة. كيتم الخصم ديال 4 ديال النقاط، عقلوا عليها مزيان، بالإضافة لتوقيف رخصة السياقة وغرامة مالية ما بين 4000 درهم حتى 8000 درهم، يعني توقيف رخصة السياقة ماشي توقيف المركبة. السؤال رقم 9، استخدام كاشف الرادار كيتعتبر جنحة؟ نعم الجواب رقم 1. جوج لا. كل مرتكب معرض لمصادرة المركبة؟ نعم الجواب رقم 3. لا الجواب رقم 4. أجوبة الصحاح هما 1 و3. بالنسبة لاستخدام كاشف الرادار ولا لاباري اللي كيستعملوها بعض السائقين باش يكشفوا واش كاين الرادار في ديك الطريق ولا لا، كيتعرضوا ولا كيتعتبر جنحة، وكل مرتكب كيتعرض لمصادرة المركبة. سؤال رقم 10، إلى السائق فقد جميع النقاط رخصة السياقة ديالو كيتعرض؟ الجواب رقم 1 إلغاء رخصة السياقة. الجواب رقم 2 توقيف رخصة السياقة لمدة 6 شهور. 3 الخضوع دورة تكوينية. الجواب الصحيح ولا الأجوبة الصحاح هما 1 و3. بالنسبة للسائق فقد جميع نقاط رخصة السياقة ديالو، غادي يتعرض لإلغاء رخصة السياقة ماشي توقيف، وبعد ما غادي يلغيو رخصة السياقة غادي يخضع لدورة تكوينية بعد 6 شهور. يعني الأجوبة الصحاح هما إلغاء رخصة السياقة، خضوع دورة تكوينية 1 و3. سؤال رقم 11، تجاوز السرعة ب 40 كيلومتر في الساعة كتعرض لسحب النقاط؟ الجواب رقم 1. غرامة مالية؟ الجواب رقم 2. خصم 4 ديال النقاط؟ الجواب رقم 3. أجوبة الصحاح هما 2 و3. بالنسبة لتجاوز السرعة ب 40 كيلومتر في الساعة ولا ابتداء من 31 كيلومتر في الساعة حتى 49 كيلومتر في الساعة بصفة عامة كنتعرض لغرامة مالية بين 700 حتى 1400 درهم، وكتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى، بالإضافة لخصم 4 ديال النقاط. يعني الجواب الصحيح في هذه الحالة هذه هو 2 و3. السؤال رقم 12، إذا كانت نسبة الكحول في الهواء 0.12 كنتعرض لغرامة مالية؟ الجواب رقم 1. العقوبة حبسية؟ الجواب رقم 2. 3 لحجز المركبة. 4 لخصم 6 نقاط. أجوبة صحاح هما 1 2 4. بالنسبة إلى تجاوزت نسبة الكحول 0.10 راك تعتبر جنحة. في هذه الحالة راه 0.12 غادي نتعرض لغرامة مالية بين 5000 و 10000 درهم، عقوبة حبسية بين 6 شهور حتى 12 شهر، بالإضافة ل 6 نقاط، وغادي نتعرض أيضا لتوقيف المركبة وماشي حجز المركبة، توقيف المركبة. سؤال رقم 13، رفض توقيف السيارة كيعرض لتوقيف السيارة؟ الجواب رقم 1. 2 لغرامة مالية. 3 لخصم النقاط. أجوبة الصحاح هما 2 و3. بالنسبة لرفض توقيف السيارة غادي نتعرض لغرامة مالية ولخصم النقاط، مغاديش نتعرض لتوقيف السيارة. سؤال رقم 14، إذا كان السائق طرف تسبب في أضرار خطيرة في حادثة سير. هنا ملي كيقول لك أضرار خطيرة في حادثة سير يعني كاين القتل، كيتعتبر جنحة. الجواب رقم 1 صحيح، الجواب 2 خطأ. كيتعرض السائق للغرامة تقدر توصل حتى 30 ألف درهم. صحيح الجواب رقم 3. خطأ الجواب رقم 4. أجوبة صحاح هما 1 و3. بالنسبة كما قلنا إذا كان طرف في حادثة سير خطيرة اللي تقدر توصل حتى للقتل كيتعتبر جنحة وكيتعرض لغرامة مالية تقدر توصل حتى 30 ألف درهم. السؤال رقم 15، سياقة المركبة بشهادة فحص تقني مزورة تؤدي إلى توقيف المركبة؟ الجواب رقم 1. حجز المركبة؟ الجواب رقم 2. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2، حجز المركبة. بالنسبة لمتى كنتعرض لتوقيف المركبة؟ إلا ما كانتش عندي شهادة الفحص التقني. أما إلا كانت عندي شهادة الفحص التقني مزورة راه كنتأدي إلى حجز المركبة. السؤال رقم 16، عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف كيعرض السائق لأداء غرامة ديال الدرجة الأولى ولا الدرجة الثانية. كيفقد السائق من رصيد الرخصة السياقة ديالو 2 ديال النقاط،
ولا 4 ديال النقاط؟ الجواب رقم 4. الجواب الصحيح هو 1/4. إلا ما احترمتش علامة قيف، يعني ما وقفتش عندها، هنا راك تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى، فيها بين 700 حتى 1400 درهم وخصم ديال 4 ديال النقاط. بالنسبة لهاد الحالة كتنطبق على الضوء الأحمر، السير في طريق ممنوعة، بالإضافة التجاوز في خط متصل، يعني بالإضافة لعلامة قف ولا عدم احترام علامة قف. هادو كاملين مخالفة من الدرجة الأولى بين 700 حتى 1400 درهم غرامة مالية، بالإضافة لخصم النقاط. ندوزو السؤال رقم 17. عدم توفر على شهادة تأمين كتعرض السائق لغرامة مالية بين 1200 درهم حتى 6000 درهم، بين 2000 درهم حتى 6000 درهم. في هذه الحالة كيتم إيداع المركبة في المحجز يعني الفوريا. نعم الجواب رقم 3، لا الجواب رقم 4. الجواب الصحيح هو 1/3. في حالة عدم توفر على شهادة تأمين راك تعتبر جنحة، كنتعرض لغرامة مالية بين 1200 درهم حتى 6000 درهم. في هذه الحالة راه كيتم إيداع المركبة ديالي في المحجز يعني الفوريان. سؤال رقم 18. سياقة المركبة بدون صفائح تسجيل يعني بدون بلاكة كتعرض السائق لغرامة مالية كتراوح بين 2000 درهم حتى 12000 درهم، بين 2000 درهم حتى 6000 درهم. في هذه الحالة كيتم إيداع المركبة في المحجز. نعم الجواب رقم 3، لا الجواب رقم 4. الأجوبة الصحاح هما 1/3. إلا كنت كنسوق السيارة بدون بلاكا راه كنتعرض لغرامة مالية بين 2000 درهم حتى 12000 درهم. في هذه الحالة راه كيتم إيداع المركبة في المحجز. سؤال رقم 19. كيتعرض كل سائق مركبة برخصة سياق مزورق العقوبة بالحبس، الأقصى ديالها 6 شهور ولا 3 سنين؟ الجواب رقم 2. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2، 3 سنوات. يعني الأقصى العقوبة اللي ممكن يتعرض لها السائق مركبة برخصة سياقة مزورة 3 سنين، وكيتمنع من اجتياز رخصة السياقة لمدة عامين. السؤال رقم 20. كنرتكب جنحة إلى كنسوق بدون رخصة السياقة؟ الجواب رقم 1. صفائح التسجيل غير مطابقة؟ الجواب رقم 2. كنسوق بنسبة كحول في الدم كتساوي 0.20 غرام في اللتر من الدم. 4. كنسوق في الاتجاه الممنوع. الأجوبة الصحاح هما 1 و3. إلا سقت بدون رخصة السياقة فراك تعتبر جنحة، بالإضافة إلا كنت كنسوق بنسبة كحول 0.20 غرام في اللتر. كتعتبر السير في الاتجاه المعاكس من طريق السيار جنحة؟ الجواب رقم 1. مخالفة؟ الجواب رقم 2. غادي نتعرض لتوقيف المركبة على الفور؟ الجواب رقم 3 نعم، الجواب رقم 4 لا. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1 و4. بالنسبة لك كنسير في الاتجاه المعاكس ديال طريق السيارة كتعتبر جنحة، وغادي نتعرض لتوقيف رخصة السياقة، ماشي توقيف المركبة وإنما توقيف رخصة السياقة. يعني واش توقيف المركبة؟ الجواب الصحيح هو لا. يعني الأجوبة صحاح 1 و4. ندوزو للسؤال الموالي. تزوير صفائح التسجيل عمدا كيتعتبر جنحة وكيعرض السائق لعقوبة حبسية؟ الجواب رقم 1. حجز المركبة؟ الجواب رقم 2. مصادرة المركبة؟ الجواب رقم 3. ولا توقيف المركبة؟ الجواب رقم 4. الأجوبة الصحاح هما 1 2 3. بالنسبة للسائق لزور صفائح التسجيل اللي هي البلاكة اللي كتكون في السيارة غادي تتعرض لعقوبة حبسية، حجز المركبة ومصادرة المركبة. السؤال الموالي. كل سائق تخلى على المركبة ديالو ولا على الحمولة ديالو على الطريق العام غادي يتعرض لغرامة؟ الجواب رقم 1. سحب النقاط؟ الجواب رقم 2. حجز المركبة ديالو على الفور؟ الجواب رقم 3. الجواب الصحيح هو 1 و3. بالنسبة لخليتي السيارة ديالك وتركتيها وخليتيها في طريق عمومي وتخليتي عليها، أنا غادي تتعرض لغرامة مالية وحجز المركبة اللي تخليتي عليها. السؤال رقم 24. التسبب في حادثة والقيام بالفرار كي تعتبر جنحة فرار؟ الجواب رقم 1. جنحة عدم تقديم المساعدة؟ الجواب رقم 2.
الجواب الصحيح هو جنحة الفرار. في هذه الحالة أنا اللي تسببت في الحادثة، يعني جنحة فرار كتسمى جنحة عدم تقديم المساعدة. إلا مثلا لقيت شي حادثة سير ولقيتها أنا الأول، يعني لقيت أنا الأول وما قدمتش المساعدة، كتسمى جنحة عدم تقديم المساعدة. في هذه الحالة أنا اللي تسببت في حادثة السير، كتسمى جنحة الفرار. يعني الجواب الصحيح الجواب رقم واحد. سؤال رقم 25: عدد النقاط اللي غادي تخصم ليا في حالة عدم التوفر على شهادة الفحص التقني جوج نقاط الجواب رقم واحد، 3 ديال النقاط الجواب رقم جوج، 4 ديال النقاط الجواب رقم 3. الجواب الصحيح هو 3 ديال النقاط. في حالة إلا ما كنتش كنتوفر على شهادة الفحص التقني غادي تخصم ليا من النقاط ديالي 3 ديال النقاط، وراه كتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى، فيها غرامة مالية بين 700 درهم حتى 1400 درهم. السؤال رقم 26: تجاوز السرعة ب 50 كيلومتر في الساعة أو أكثر كي تعتبر جنحة الجواب رقم واحد، مخالفة الجواب رقم جوج. الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد جنحة. إلا فات السرعة المسموح بها ب50 كيلومتر في الساعة راه كتعتبر جنحة، فيها خصم ديال 6 ديال النقاط، فيها توقيف رخصة السياقة بين شهر و3 شهور، بالإضافة لغرامة مالية بين 4000 درهم حتى 8000 درهم. يعني في هذه الحالة الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد جنحة. سؤال رقم 27: تجاوز السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة كتعرض للسائق لسحب جوج ديال النقاط الجواب رقم واحد، 4 ديال النقاط الجواب رقم جوج، 6 ديال النقاط الجواب رقم 3. الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد جوج ديال النقاط. بالنسبة ل 30 كيلومتر في الساعة ولا لفت السرعة المسموح بها ب 30 كيلومتر في الساعة، هنا راه كتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى وفيها سحب ديال جوج ديال النقاط. وبين 31 كيلومتر في الساعة حتى 49 كيلومتر في الساعة حتى هي مخالفة من الدرجة الأولى، ولكن الفرق اللي كاين هي السحب كيكون فيها 4 ديال النقاط عوض جوج ديال النقاط، يعني في هذه الحالة جوج ديال النقاط. السؤال رقم 28: عدم ربط حزام السلامة من طرف السائق كتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى الجواب رقم واحد، من الدرجة الثانية الجواب رقم جوج، كتعرض السائق لخصم نقطة الجواب رقم 3، جوج ديال النقاط الجواب رقم 4. الجواب الصحيح هو جوج و3. بالنسبة للسائق ما ربطش حزام السلامة كتعتبر مخالفة من الدرجة الثانية، فيها غرامة مالية بين 500 حتى 1000 درهم وسحب نقطة واحدة. وهاد القاعدة كتنطبق على إلا ركبتي شي طفل قل من 10 سنوات في المقعد الأمامي، وكذلك التكلم بالهاتف أثناء السياقة. سؤال رقم 29: لو وقعت حادثة تسببت في قتيل وكان المسؤول عليها في حالة سكر، غادي تعرض لعقوبة حبسية الجواب رقم واحد، لمخالفة من الدرجة الأولى الجواب رقم جوج، مخالفة من الدرجة الثانية الجواب رقم 3، الغرامة مالية تقدر توصل حتى 60,000 درهم الجواب رقم 4. الأجوبة الصحاح هما 1 و4. بالنسبة لو وقعت حادثة وتسببت في قتل وكان المسؤول عليها في حالة سكر غادي تعرض لعقوبة حبسية وغرامة مالية كتوصل حتى 60,000 درهم. بالنسبة لهاد الحالة فهي جنحة، يعني ملي كنقولوا جنحة راه كتحيد الدرجة الأولى الدرجة الثانية كتحيد المخالفات. يعني الأجوبة الصحاح هما 1 و4. سؤال رقم 31: بصفة عامة باش نسترجع رخصة السياقة المحتفظ بها بعد ارتكاب مخالفة من الواجب عليا نأدي غرامة تصالحية جزافية في الفترة أقصاها شهر الجواب رقم واحد، شهرين الجواب رقم جوج. الجواب الصحيح هو الجواب رقم واحد شهر، هو الأجل المحدد باش نقدر نأدي الغرامة التصالحية الجزافية باش نسترجع بطاقة رخصة السياقة ديالي. في حالة لما خلصت هاد الغرامة مالية في الأجل ديال شهر راه كيدفعوا ليا رخصة السياقة ديالي المحكمة. سؤال رقم 32: عاد وقعت حادثة سير عدم الوقوف لتقديم المساعدة واش كيتعتبر جنحة فرار الجواب رقم واحد، جنحة عدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر الجواب رقم جوج. الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج جنحة عدم تقديم المساعدة. قلنا جنحة الفرار
هو إلا كنت أنا سبب في الحادثة. أما لا وقعت الحادثة وما وقفتش باش نقدم المساعدة وكنت أنا هو الشخص الأول اللي جيت بعد ما وقعت الحادثة، راه كتسمى جنحة عدم تقديم المساعدة. السؤال رقم 33: السياقة تحت تأثير الكحول كتعرض السائق لغرامة مالية كتراوح بين 4000 درهم حتى 8000 درهم، 5000 درهم حتى 10000 درهم. غادي نتعرض لخصم 8 ديال النقاط. الجواب رقم 3. الجواب رقم 4 6 ديال النقاط. أجوبة الصحاح هما 1 4. إلا السائق كان كيسوق وهو يعني شارب تحت تأثير الكحول غادي يتعرض لغرامة مالية بين 4000 حتى 8000 درهم وخصم ديال 6 ديال النقاط. السؤال رقم 34: عدم توفر على حزام السلامة كتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى. الجواب رقم 1. مخالفة من الدرجة الثانية. الجواب رقم 2. مخالفة من الدرجة الثالثة. الجواب رقم 3. الجواب الصحيح هو مخالفة من الدرجة الأولى، فيها غرامة مالية بين 700 درهم حتى 1400 درهم. قلنا في هذه الحالة عدم توفر على حزام السلامة، يعني ما كاينش حزام السلامة في السيارة. إمتى كتكون مخالفة من الدرجة الثانية؟ إلا كان حزام السلامة ولكن الشخص ما رابطوش، هنا مخالفة من الدرجة الثانية وفيها خصم ديال نقطة واحدة. سؤال رقم 35: سياقة شاحنة صغيرة لنقل البضائع بدون توفر على شهادة الفحص الطبي مخالفة من الدرجة الأولى. الجواب رقم 1. الدرجة الثانية. الجواب رقم 2. الدرجة الثالثة. الجواب رقم 3. الجواب الصحيح هو المخالفة من الدرجة الأولى، فيها غرامة مالية بين 700 درهم حتى 1400 درهم. بالنسبة لشهادة الفحص الطبي ضروري تكون عندي إلا كنت كنسوق شاحنة ديال نقل البضائع. بالنسبة لهاد الوثيقة كتجدد لكل عامين. إلا ما كانتش عندي راه مخالفة من الدرجة الأولى وقلنا فيها بين 700 درهم حتى 1400 درهم غرامة مالية. سؤال رقم 36: السياقة بالليل بدون أضواء خارج التجمع السكني كتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى. الجواب رقم 1. من الدرجة الثانية. الجواب رقم 2. كنتعرض لخصم 3 ديال النقاط. الجواب رقم 3. 4 ديال النقاط. الجواب رقم 4. الأجوبة الصحاح هما 1 3. إلا كنت كنسوق خارج التجمع السكني وما مشعلش الضوا يعني عندي وما مشعلهمش، هنا كتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى وفيها غرامة مالية بين 700 درهم حتى 1400 درهم. أما في حالة إلا كنت كنسوق في خارج التجمع السكني وتحرقوا لي الضواو، هنا راه كتعتبر غير مخالفة من الدرجة الثالثة. في هذه الحالة مخالفة من الدرجة الأولى وفيها خصم ديال 3 ديال النقاط. سؤال رقم 37: عدم احترام السائق التقييدات المتعلقة برخصة السياقة يمكن يتعرض لتوقيف رخصة السياقة على الفور. نعم. الجواب رقم 1. لا. الجواب رقم 2. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 1. نعم. إذا السائق ما احترمش التقييدات المتعلقة برخصة السياقة اللي عاطينو، هنا راه غادي توقف ولا غادي توقف ليه رخصة السياقة على الفور. ولا كمثال على التقييدات دايرين ليه سوق بالنظاظر وهو ما دايرش نظارات، في هذه الحالة غادي يتم توقيف رخصة السياقة ديالو على الفور. سؤال رقم 38: التكلم بالهاتف أثناء السياقة كتعتبر مخالفة من الدرجة الأولى. الجواب رقم 1. الدرجة الثانية. الجواب رقم 2. الدرجة الثالثة. الجواب رقم 3. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2. الدرجة الثانية. قلنا المخالفة من الدرجة الثانية فيها التكلم بالهاتف، عدم ربط حزام السلامة، بالإضافة تركب طفل أقل من 10 سنين في المقاعد الأمامية. قلنا مخالفة من الدرجة الثانية وفيها خصم نقطة واحدة وغرامة مالية بين 500 حتى 1000 درهم. السؤال رقم 39: العدد الأقصى ديال النقاط اللي ممكن يتخصم ليا في حالة ارتكاب جنحة 12 نقطة. الجواب رقم 1. 14 نقطة. الجواب رقم 2. 10 نقاط. الجواب رقم 3. الجواب الصحيح هو الجواب 2. 14 نقطة. العدد الأقصى ديال النقاط اللي هو 14. قلنا في الجزء الأول الجنحة كتبدا من 2 نقاط
حتى 14 نقطة. يعني كاينة جنحة اللي فيها 2، كاين اللي فيها 6، كاين اللي فيها 8 حتى ل 14 نقطة. كون كان السؤال العدد الأدنى وكانت هنايا 2 ديال النقاط فراه غنختاروا 2 ديال النقاط. هنا قالوا لنا العدد الأقصى يعني أكبر عدد ديال النقاط ممكن يتخصم ليا، فالجواب غيكون هو الجواب رقم 2 14 نقطة. سؤال رقم 40: ارتكاب عدة جناح في آن واحد ومن بينها جنحة كتعلق بالقتل غير العمد، غنفقد على الأكثر 10 نقاط الجواب رقم 1، 14 نقطة الجواب رقم 2، 16 نقطة الجواب رقم 3. الجواب الصحيح هو الجواب 3 16 نقطة. إلا ارتكبت عدة جناح ومعها القتل غير العمد راه غادي نفقد 16 نقطة. هذا الشيء عقلوا عليه مزيان. بالنسبة لعدة جناح ومعهم القتل العمد 16 نقطة. إلا قالوا لي ارتكبت عدة مخالفات راه كنفقد 8 ديال النقاط، ولا قالوا لي ارتكبت عدة جناح راه غادي نفقد 10 ديال النقاط، ولا ارتكبت عدة مخالفات ومعهم جنحة وحدة كنفقد 14 نقطة. وفي هذه الحالة راه 16 نقطة. عدة جناح ومعها القتل غير العمد. حاولوا تكتبوا هذا الشيء وعقلوا عليه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. تلاقوا فيديو جديد إن شاء الله، والله يعاونكم.